ازيكم؟ عاملين ايه؟ اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا بخير. كل سنه وانتم طيبين وعيد سعيد عليكم. زرت مكان يعتبر من اشهر الاماكن الدينيه المصريه المعروفه، وهنتكلم في الفيديو ده عن واحد من اكبر المعالم الاسلاميه وهو الازهر الشريف. الازهر الشريف هي هيئه علميه اسلاميه والمؤسسه الدينيه الاكبر في مصر، بيقع مقرها الرئيسي في مبنى مشيخه الازهر وسط العاصمه المصريه عاصمه القاهره. بيعود تاريخ انشاء جامع الازهر الى سنه 972 هجريا على ايدي الخليفه الفاطمي المعز لدين الله كجامع لنشر الدعوه الاسلاميه، وبيعتبر ثالث اقدم جامعه في العالم بعد جامعتي الزيتونه والقرويين. وتم انشاء الجامع الازهر على يد جوهر الصقلي كقائد الخليفة الفاطمي المعز لدين الله في 24 جمادي الأول سنة 359 هجريا، أي بعد عام من تأسيس مدينة القاهرة، واستغرق بناؤه ما يقرب من 27 شهرا، حيث افتتح للصلاة في يوم الجمعة 7 رمضان سنة 361 هجريا الموافق 21 يونيو سنة 972 ميلاديا، وما لبث إلى أن تحول إلى جامعة علمية وأطلق عليه اسم الجامع الأزهر الشريف. ويعتبر جامع الأزهر هو أهم مساجد مصر على الإطلاق، واحدى المعاقل التاريخية لنشر وتعليم الإسلام، كذلك هو واحد من أشهر المساجد الأثرية في مصر والعالم الإسلامي، وجزء من مؤسسة الأزهر الشريف. يعود تاريخ بنائه إلى بداية عهد الدولة الفاطمية في مصر بعدما أتم جوهر الصقلي فتح مصر سنة 969 ميلاديا، وشرع في تأسيس القاهرة. قام بإنشاء القصر الكبير وأعده لنزول الخليفة المعز لدين الله، وفي أثناء ذلك بدأ في إنشاء الجامع الأزهر ليصلي فيه الخليفة وليكون مسجدا جامعا للمدينة حديثة النشأة، أسوة بجامع عمرو في الفسطاط وجامع ابن طولون في القضاء. كذلك أعد وقتها ليكون معهدا تعليميا لتعليم المذهب الشيعي ونشره. فبدأ في بنائه في جمادي الأول سنة 359 هجريا، وأتم بناؤه وأقيمت أول جمعة فيه في رمضان سنة 361 هجريا، وعرف بجامع القاهرة. ورغم أن يد الإصلاح والترميم توالت عليه على مر العصور فغيرت كثيرا من معالمه الفاطمية، إلا أنه يعد أقدم أثر فاطمي قائم بمصر. وقد اختلف المؤرخون في أصل تسمية هذا الجامع، والراجح أن الفاطميين سموه بالأزهر تيمنا بالفاطمة الزهراء ابنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وكان بيان الأزهر الشريف هو البعد الفقهي في إحياء علوم الدين وتجديدها طبقا لمذهب أهل السنة والجماعة، الذي يجمع بين العقل والنقل ويكشف عن قواعد التأويل المراعية للنصوص الشرعية، والبعد التاريخي لدور الأزهر المجيد في قيادة الحركة الوطنية نحو الحرية والاستقلال. إن الأزهر الشريف بعلمائه وعلى مدى تاريخه عني بكتاب الله تعالى تلاوة وتحفيظا، تعلما وتعليما، شرحا وتوضيحا، دراسة وتفسيرا، تعمقا وتبليغا، رجاء أن ينال الخيرية التي بشر بها سيد البشرية محمد صلى الله عليه وسلم. في صحيح البخاري عن عثمان رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وكان أول شيخ الأزهر الشريف هو أبو عبد الله محمد بن جمال الدين عبد الله ابن علي الخرشي المالكي من سنة 1010 هجريا إلى سنة 1101 هجريا، وهو أول إمام للجامع الأزهر وأحد كبار العلماء المسلمين. وشيخ الأزهر حاليا هو الأستاذ الدكتور أحمد الطيب. كان الأزهر الشريف له دور في نشر الإسلام، وكان إبراز دور الأزهر العالمي في نشر سماحة وإنسانية الإسلام من خلال بث روح الألفة والتعاون بين الأفراد والمجتمعات، بناء جيل جديد واع بما يدور حوله ويكون على درجة عالية من الثقافة والمعرفة، فالمعرفة أساس الحياة والقراءة شعاع النور الذي يضيء العقول. وفي جانب آخر كان الأزهر له رسالة، وهي نشر الفهم الصحيح عن الإسلام وصد هجمات أعدائه عنه، الحفاظ على الإسلام وثوابته ومحاربة الانحراف بكل أشكاله، الحفاظ على هوية الأمة من الذوبان في خضم هذا العالم المتغير. خلينا برضو نعرف مع بعض ما معنى كلمة الأزهر الشريف. سمي الأزهر الشريف بهذا الاسم لعدة أسباب. أولها لأن الفاطميين ينتسبون إلى فاطمة الزهراء ابنة الرسول عليه الصلاة والسلام، ويقال أنه سمي بالأزهر لأنه كان محاطا بقصور فخمة كانت تسمى القصور الزهراء، أو إنه سمي كذلك تفاؤلا لأن يكون أعظم المساجد ضياء ونورا. وبلغ عدد علماء الأزهر 42 عالما، وأول سيدة تحاضر في الأزهر الشريف هي عائشة محمد علي عبد الرحمن المعروفة ببنت الشاطئ، وكانت تحاضر من سنة 1331 هجريا إلى 1419 هجريا، وهي مفكرة وكاتبة مصرية وأستاذة جامعية وباحثة، وهي أول امرأة تحاضر بالأزهر الشريف، ومن أوائل من اشتغلن بالصحافة في مصر وبالخصوص في جريدة الأهرام، وهي كذلك أول امرأة عربية تنال جائزة الملك فيصل العالمية في اللغة العربية. وبالنسبة لعقيدة الأزهر الشريف هي العقيدة الأشعرية، وهي عقيدة أهل السنة والجماعة، والسادة الأشاعرة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم هم جمهور العلماء من الأئمة، وهم الذين صدوا
صدوا الشبهات أمام الملاحدة وغيرهم، وهم الذين التزموا بكتاب الله وسنة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عبر التاريخ، ومن كفرهم أو فسقهم يخشى عليه في دينه. وهنتكلم كمان عن مشاركة الأزهر في معرض الكتاب. وشارك الأزهر الشريف للعام التاسع على التوالي بجناح خاص في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته ال56، وذلك انطلاقا من مسؤولية الأزهر التعليمية والدعوية في نشر الفكر الإسلامي الوسطى المستنير الذي تبناه طيلة أكثر من 1000 عام. ويقع جناح الأزهر بالمعرض في قاعة التراث رقم 4، حيث يمتد على مساحة 1000 متر، تشمل عدة أركان مثل قاعة الندوات وركن الفتوى وركن الخط العربي، فضلا عن ركن الأطفال والمخطوطات. وأبرز قضايا الكتب: تناولت هذه الكتب عددا من القضايا في عدة تخصصات شرعية كالعقيدة والشريعة والتفسير وغير ذلك من التخصصات العلمية. كما تناولت هذه المؤلفات عددا من القضايا المعاصرة مثل استرداد بيت المقدس والتطرف الديني وأبعاده وسمات الحلال والحرام والاجتهاد وقضايا السلام وحوار الشرق والغرب وأثر الإشاعات الكاذبة على المجتمع وغير ذلك من القضايا الحياتية والفقهية. ومن قائمة الإصدارات الخاصة بالأزهر وهي: 1. مقاومات الإسلام بقلم فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر ورئيس مجلس الحكماء المسلمين. 2. الإشاعات الكاذبة وكيف حاربها الإسلام بقلم فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور محمد سيد طنطاوي شيخ الأزهر سابقا. 3. التطرف الديني وأبعاده أمنيا وسياسيا واجتماعيا بقلم فضيلة الإمام الأكبر جاد الحق علي جاد الحق شيخ الأزهر سابقا. 4. كتوف من رسالة الأزهر بقلم فضيلة الشيخ حمود شلتوت شيخ الأزهر السابق. 5. كتاب العودة إلى الإيمان بقلم فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر. 6. كتاب آداب وقيم بقلم فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر. 7. كتاب القول الطيب وفيه 3 أجزاء منه بقلم فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر. 8. الاجتهاد لفضيلة الشيخ محمد مصطفى المراغي شيخ الأزهر الأسبق. ودي بعض الإصدارات اللي وضحتها، وفي العديد من الإصدارات للأزهر وتقدروا تدخلوا تبحثوا عنها وتشوفوها على جوجل كروم لو تعرفوها. وبكده نكون خلصنا الفيديو بتاعنا النهارده، ويا رب يكون عجبكم. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وسبسكرايب للقناه وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد. اشوفكم الفيديو الجاي على ألف خير ومع ألف سلامة.